لو عكسناها توصف بايه تحول بعض الفنانين وهم فنانين محترمين جدا لانفلونسرز، منهم اللي مقضي يومه تقريبا لايفات على التيك توك؟ اوكي. هو رايك ايه؟ اكيد بتجيب له فلوس، يعني انا متهيألي يعني في عائد مادي ولا ايه؟ اكيد. لو عائد مادي هو محتاجه وما بيتجاوز في حدوده وفي كرامته، ما فيش مانع. يعني ساعات فعلا مقبول بتبقى انت. بالنسبه لك؟ يعني انت ممكن تعمل ده؟ لا انا ما اعملش، ما احبش، يا رب مكتب علينا يا اخي. وسط الخناقه بقى اللي شغاله على الاعلى مشاهده، ومين الاعلى مشاهده؟ مين في تقديرك الاعلى مشاهده بجد، وازاي تتحسب؟ يعني انا ما شفتش كل الشغل، عشان انا مخلص برضو 14 رمضان شغال لغايه الساعه 11 الصبح. بس لفت نظري منى شلبي عامله شغل حلو قوي وبتناقش قضيه فلسطين، ومعها الممثل اياد اياد نصار. نصار ممثل فلسطيني، فهو برضو عرف يقدم الموضوع كما ينبغي باللكنه بكل العناء. ريهام غفور وحمزه العيالي واحمد عزمي وسماح انور، يعني كل الكوكبه دي في عمل يخض يعني. بتمنى لهم النجاح وهم عاملين شغل اكتر من رائع. يعني مين أه عجبك من الممثلين؟ انا يهمني اسمعك. على فكره انت من الناس اللي عجبني النهارده يهمني ان انا اسمع رايهم في عجبني الاخرين. عصام عمر قوي، محمد علاء، محمد علاء، دول في مسلسلك. مصطفى غريب في الكوميدي، مين تاني؟ منى شلبي، ريهام عبد الغفور، احمد عزمي، حمزه العيالي، يعني ده برضه شابوه جميل ممتاز. انا بحبه قوي. في خالد الصاوي واحمد عيد وماجد المصري.